كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الأنام بشوقه، صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة اترددت كتير ان انا اعمله، بس هو بناء على طلب ولادي، وعشان كده انا كان لازم اعمله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا هو الفيديو هدايا عيد الام او يوم الام او اي حاجة، يعني احنا مش بنقتنع بان هو عيد، بس هو يوم بنحتفل بيه بالام، علشان بس في ناس بتقول بدعة وكده. وطبعا ولادي حوشوا وجابوا لي هدايا، وانا فرحت بيها جدا جدا، فعشان كده النهارده قررت ان انا اوريها لكم. وبناء على طلبهم، هم قعدوا يقولوا لي يا ماما اعملي الفيديو، صحيح هو اتاخر قوي. تعالوا بقى شوفوا معايا هم جابوا لي. بتمنى الفيديو يعجبكم، يلا بينا نبدا. 3 هدايا اهم. دول الشنط اهي. دي شنطه حبيبه، ودي شنطه فروحه، ودي شنطة يوسف. طبعا هدية يوسف بابا اللي بيبقى جايبها، بس هو بيقول لي دي هدية يوسف. خلاص. نشوف بقى هما جابوا لي ايه. ننزل كده. بداية دي كده هي جايباها لي من المدرسة، كانوا بتوع كيجي بيعملوهم، فهي قالت المس بتاعت كيجي، طبعا هي في تانية اعدادي، انا عايزة واحدة لماما، فهي اديتها لها وجت اديتها لي. شايفين بقى هي حلوة ازاي؟ امي انتي حياتي. طبعا هي جايه بالعكس علشان دي الكاميرا الاماميه. بصي كمان ده بصوا حلو ازاي. هو الحاجات التركي اللي طالعه دي كان في منه البينك واللون ده، فهي اختارت اللون ده لان هي جابت بينك حاجه تانية. فبصوا هو لذيذ ازاي، شكله حلو جدا ورقيق جدا. بتمنى طبعا يكون واضح. جابت لي كمان مج، يعني ده كده مج جميل وكبير كمان. بصوا كبير قد ايه. فطبعا كمان فرحانه بيه قوي. شكرا يا فروحه. جابت لي كمان دول بيتحطوا على التلاجة، اللي هم المغناطيس فيهم من ورا اهم. شايفين حلوين ازاي؟ الواحده من دول ب15 جنيه. ودي هدايا عيد الام بالاسعار. لا عادي، انا بسالهم على فكره وبقول لهم ما فيهاش حاجه قولوا لي، فبعد الزن هم بيبقوا طبعا في الاول لا يا ماما، بس بعد كده بيقولوا لي. دي ب45 جنيه. وجابت لي بصي هي هديه فرح كلها تركي يعني. هي طبعا عارفه ان مامتها بتحب الحاجات دي جدا. وجابت لي دول، بصوا حلوين ازاي والواناتهم روعه بالمنظر ده كده، يعني كأنك حطاها على حاجة، بتبقى ده شكلها كده. بصوا حلوة ازاي. الواحدة من دي ب15 برضو، ب15 جنيه برضو. هدايا عيد الأم بالأسعار. المج بكام؟ لا معرفش المج بكام والله. بكام كان المج؟ خليها طب تقولي، اعرف لكم سعره دلوقتي. نسيت اسألها على سعره. تاني هدية هي هدية حبيبة اهي. هنفتحها برضو مع بعض. اولا دي برضو هي جايباها مع فروحة من نفس المكان. هما بصوا لذاذ جدا اهم. كام يا حبيبة؟ بس هما شكلهم لذيذ جدا اهم. هما الاتنين منفصلين، ممكن تحطيهم كده، ممكن تحطيهم جنب بعض، ممكن تحطي كل واحدة في مكان اللي انت عايزاه. بصوا ازاي لذاذ. فعلا حلوين جدا، منتهى الشياكة حقيقي. بصوا سبراي من ده. عايزه اقول لكم ريحتها وهم. لو لقيتيها في اي مكان هاتي منه. هي مكتوب عليها فلاور ريتاج، مكتوب فوق ريتاج كتير كده. فانا بشكر حبيبه قلبي. بصوا بقى جابت لي ايه كمان.
هي لسه ما كتبتش فيها، تكتب ان شاء الله عيد الام الجاي. كوبايات لومينارك اهي، بصوا جميله ازاي، جايه بعوجه كده. بجد شيك قوي، واضح ان هي غاليه كمان. خلاص بصوا بقى حلوين ازاي. دي كده كانت هدايا حبيبه. خلاص دي هديه توفه. دي كده عملوها في المدرسه. تمام، هي جميله خالص كده، شكلها بجد روعه. فرحت بيها جدا، وعايزه اقول لكم تقريبا المس قالت له لما تروح اعمل كذا. فانا لقيت اول ما جه فتح شنطته وراح جايبها، وجه قال لي كل سنه وانت طيبه يا ماما، وعيد ميلادك سعيد. ايه كمان؟ طرحه ونقاحهم لكم طبعا. الطرحه اهي، هي عليها ستراس كده، بس برضو ستراس رقيق وشكله شيك قوي. اهي هي كبيره ما شاء الله، كبيره خالص، وشكلها حلو جدا، وقماشتها كمان جميله. والنقاب طبعا جايب لي نقاب، هو فرح بنت اختي قرب، فهو جايب لي نقاب ينفع في المناسبات اهو. ده كده شكله، هو برضو فيه ستراس. ليه كده؟ طبعا انا ما بخرجش بده خالص يا جماعه، يعني انا ما ينفعش ابقى رايحه مشوار عادي والبس ده. هو جابهولي كده علشان ينفعني في فرح بنت اختي ان شاء الله، عقبال كل البنات يا رب. هو قرب، ف انا هلبسه فيه اهو. ده كده شكله. والطرحه طبعا زي ما وريتها لكم، توك للشعر. هي جميله خالص. في النهايه طبعا بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بتمنى ما تنسوش اللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اوعي ابدا تنسي تشتركي في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.